يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد حسم التأهل لربع النهائي كأول المجموعة برفقة فريق أبو سليم الليبي كوصيف المجموعة. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق سوار الغيني في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد القادم 3 مارس في 9 مساء بتوقيت القاهرة 10 بتوقيت السعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية. وينفرد نادي الزمالك بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل، بينما يتواجد فريق أبو سليم الليبي في المركز الثاني ب9 نقاط، ثم ساجرادا في المركز الثالث ب5 نقاط، ثم سوار الغيني في المركز الرابع بنقطة واحدة. وحصل نادي الزمالك على الموافقة الأمنية بحضور 30,000 مشجع لمباراة الزمالك القادمة أمام سوار الغيني. وكانت مباراة الزمالك وسوار الغيني في الجولة الثانية انتهت بفوز نادي الزمالك ب4 أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد السلام بعد موافقة الفريق الغيني على خوض المباراتين في القاهرة. وعن موعد مباريات ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، ستقام مباريات الذهاب من 29 إلى 31 مارس، بينما ستقام مباريات العودة من 5 إلى 7 إبريل. وستكون مباراة نادي الزمالك القادمة في ختام دور المجموعات قبل أيام قليلة من مواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل في السعودية. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباراة القادمة بالرغم من أنها مباراة تحصيل حاصل لتعزيز صدارته لترتيب المجموعة ولمواصلة تألقه في بطولة الكونفدرالية، كما ستكون مباراة إعداد لتجهيز الفريق قبل مباراة النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.